اقسم بالله بجد من اكتر الحاجات اللي انا مش عارف افهمها لحد دلوقتي، وهي ان في ناس عمال بتنتقد في حسام حسن عمال على بطال. اللي هو ده كفتة، ده مدرب مش عارف ايه، ده ما ينفعش، ده ينفع، وعمال بتنتقد فيه لكل حاجة. في التشكيل بتنتقد فيه، في النتائج بتنتقد فيه، في الحلو بتنتقد فيه، في الوحش بتنتقد فيه. بصوا يا جماعة، مبدئيا كده انا مش هقعد اعظم واقول ان الراجل ده عمل وعمل وعمل. ولكن لما تيجي تبص على المجموعة بتاعتك هتلاقي ان المنافس بتاعك في مجموعتك هو بوركينا فاسو. المنتخب اللي هو كنا بنقول عليه منتخب الخيول، اللي كان الحصان الاسود في البطولات اللي فاتت، في معظمها في السنين اللي فاتت. فانت بتلاعب منتخب مش قليل. دي اول حاجه. تاني حاجه، المنتخب ده انت رايح تلعبه على ارض وسط جمهوره. فان انت تبقى رايح وفاكر ان يعني انا بالنسبه لي الراجل ممكن يكون مش ده الاداء اللي انت مستنيه، ولكن الراجل يا جماعه ما ركنش الاتوبيس. بدليل ان انت عندك النهارده اكتر من خمس ست فرص كنت قادر ان انت تسجل منهم. محمد صلاح بتاع ليفربول مختلف خالص عن محمد صلاح بتاع بتاع مصر. هتيجي تقول لي ان محمد صلاح ما بتوصلوش نفس الكوره ومش نفس الريتم ومش نفس السرعه، هقول لك تمام، ولكن في حاجات كتير قوي انت بتوصل بيها صلاح وما بيدكش نفس ردة الفعل. انا مش فاهم ليه. انا مش فاهمها. يعني انا مش بقول ان صلاح هو بيأثر مع المنتخب، بس انا في حاجات كتير فعلا انا مبقاش فاهمها. انا مستني ان محمد صلاح المفروض كمحمد صلاح بقى كاسم، لا هو الراجل يجي يطلع النار من بقه ويجي يخلي الناس دي كلها تجري وراه، محدش يبقى عارف يعمل معاه اي حاجه، بما ان انت راجل جاي. اعتقد ان انت المفروض انت قيمتك ممكن بنص المنتخب اللي انت بتلعبه لوحدك. بس في حاجة تاني، وهي ان الراجل النهارده بالتشكيل اللي بدأ بيه، هو بص كده على معظم اللعيبة اللي بدأ بيها هتلاقيه بادئ بلعيبة ممكن احنا بنعترض عليها. احنا قلنا مروان عطية لسه راجع من اصابة، هو النهارده نجم الماتش. الراجل بيلعب باحمد عيد النهارده. احمد عيد النهارده عامل مباراة للتاريخ وشايل كور كتير قوي. ما لعبش بمصطفى محمد. مصطفى محمد فعلا لما نزل مضيع فرصة واتنين. فيا جماعة احنا ليه بقى عندنا عقدة المصري؟ يا جماعه احنا في النادي الاهلي كابتن عماد النحاس هو اللي جاب لك الدوري، ولما جبت مدرب غيره شوف انت عملت ايه. يعني لما جه خوسيرو بيرو شوف انت عملت ايه. فليه لازم يبقى واحد اجنبي؟ انا بالنسبه لي حته ان انت يبقى مدرب واقف على الخط عنده الحماس ده وخايف قوي على اسمه وشكله وقيمه وتاريخ منتخب مصر، دي عندي بالدنيا. يبقى عندي مدرب واقف النهارده بيستقبل اللاعب وهو طالع وبيطبطب على ده وبيتكلم مع ده وبيوجه لده وبيعمل لده، دي عندي بكتير. محمد صلاح وهو طالع حسام حسن كان مركز الناحيه الثانيه، فطلع يجري عليه ابراهيم حسن واستقبله وحضنه علشان خاطر انت. انا مش عارف ان انت فاهم اللي انا بتكلم فيه ولا لا، بس انت ليه ما يبقاش عندك مدرب منتخب وطني وتدعمه وتكمل وتقول الراجل ده هيجي منه والراجل ده حته ان هو كل ماتش فيه تطور، دي حاجه حلوه. انت اتعادلت مع بوركينا هناك. مش عارف بتتفق معاه ولا بتختلف، بس بجد احنا في حاجه غلط في التفكير بتاعنا.